اللي قدامك دي مش عدسة عادية، دي العدسة الخارقة اللي هتخليك تشوف في الضلمة زي النمور والتعابين، وهتعالجك من عمى الألوان. أهلا بيكم في تكنوبيديا. تيان شو بروفيسور متخصص في علم البصريات والأعصاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين. من سنة 2019 ل 2020 بدأ يعمل تجارب على الفئران بإنه يحقن جزيئات نووية تحت شبكية العين عشان يخليهم يشوفوا الأشعة اللي تحت الحمراء، والموضوع نجح فعلا والفئران قدرت تشوف حرارة الأجسام. بس المشكلة إن الطريقة كانت جراحية وصعبة جدا ومش هتنفع مع البشر، ففكر إنه يعمل عدسة لاصقة بحيث تبقى رخيصة ومش مؤلمة وسهلة جدا على البشر، عشان في السنة دي 2025 يعلن عن اختراعه هو وفريقه لعدسات خارقة، عدسات بتوسع مجال الرؤية البشرية لحد 1600 نانومتر. يعني العدسة هتخليك تشوف في الضلمة زي النمور بالليل، وترصد حرارة الأجسام زي التعابين، وتشوف إشارات متكودة بالأشعة تحت الحمراء زي شفرة مورس اللي مش بتبان للعين العادية. غير إنها مش بتحتاج لبطارية ولا أي مصادر طاقة، لأنها مزروعة بجزيئات نووية صغيرة جدا، والجزيئات دي بتاخد الأشعة تحت الحمراء اللي جاية من بره اللي هي موجودة حوالينا طول الوقت وتمتصها، وبعد كده تحول الأشعة دي لطول موجي تاني مرئي للعين، يعني تحولها لألوان زي الأحمر والأخضر والأزرق. فالعدسة بتشتغل كفلتر ذكي، الضوء يدخل والجزيئات تغير طبيعته ويخرج على شكل حاجة احنا نقدر نشوفها. فبالتالي العدسة مش محتاجة ولا البطارية ولا الكهرباء، لأن مصدر الطاقة الأساسي هو الأشعة نفسها اللي في البيئة. ولما جربوا العدسات دي على الفئران لقوهم اختاروا الضلمة بدل المناطق المنورة، ولما جربوها على البني آدمين الغريب إنهم شافوا أوضح لما قفلوا عينيهم، بسبب إن الأشعة تحت الحمراء بتخترق الجفون أحسن من الضوء العادي، عشان عين الإنسان بتشوف من 380 ل 700 نانومتر، يعني مش بتشوف غير جزء صغير جدا من الطيف الكهرومغناطيسي، وده اللي احنا بنسميه الضوء المرئي. الألوان اللي احنا نعرفها أصفر أخضر أزرق بنفسجي برتقالي أحمر، وأي حاجة أقل من 380 نانومتر الأشعة فوق البنفسجية عينينا مش بتقدر تشوفها، وأي حاجة أكبر من 700 نانومتر الأشعة تحت الحمراء برضو عينينا مش بتقدر تشوفها. بس مع وجود العدسة دي هتوسع مجال الرؤية البشرية لحد 1600 نانومتر، يعني هتساعدنا في تشخيص الأورام والأوعية الدموية عن طريق الحرارة، وهتساعدنا في عمل ألوان عن طريق تحويل الأطوال الغير مرئية زي الأحمر والأخضر لألوان مرئية، وبالتالي مش هتحتاج نظارات لعمل ألوان ولا الكاميرات للأشعة تحت الحمراء، وهتساعد المطافي يشوفوا الناس وسط الدخان أو اللي تحت الأنقاض، وكمان هتساعد في كشف التزوير، أي حبر أو أي علامة مائية هتظهر بالعدسة، وهتتبدل مكان نظارات النايت فيجن، يعني هتساعد في الحروب إنهم يشوفوا الهدف